هل يمكن القول أن الدولة المصرية وعت ما نتيجة ما أتت إليه بعض الأزمات خلال الفترة الماضية وستعمل على دعم قطاع الدواجن في مصر؟ المشكلة الأساسية عندنا الشحية في الدولار، ودي مشكلة لازم نقتنع بيها، وموجود الكلام ده واجد لسبب واحد. أنت بتتقدم عشان تجيب أي دفعة من الخارج تقعد شهر واثنين وثلاثة، فدي مشكلة. يعني هو بيقول لك إن أنا عندي الأولويات، فصح أو لازم في أولويات. أنا عندي الأدوية أولويات، أنا عندي مثلا الغذاء أولويات، عندي كذا أولويات، ممكن أشياء أخرى ربما ما كنش محتاج فيها بشدة، لكن تعتبر بالنسبة تعدد اقتصاد. يعني أنا النهاردة لما بكون عندي أي صناعة وأنا بصدر للخارج، وللاسف الشديد ما عنديش الماده الخام اللي انا عشان اعمل المنتج اللي انا عاوزه، طب ما ده يعتبر اولويات. كل واحد في مجاله يعتبر اولويات عنده. لكن النهارده القضيه الاساسيه المتواجده لدينا هي الشحيه في الدولار، وبناء عليه الدوله تصبح عاجزه ان هي توفر الكلام ده كله، وبناء عليه بيحصل عندك الشحيه. اي نعم، هي ربما اخطات او كان هناك قرارات خاطئه بالنسبه للبنك المركزي حينما تحدث عن الاعتماد المستندي، وتحط 120% ويقعد لما يجي دورك، والكلام ده كله ادى الى مشاكل كثيره جدا وموجود على الارض ما زال الكل يعاني منها حتى الان. وانا بقول لحضرتك جزئيه النهارده، انت النهارده برضك سنعود الدولار، انا رايي ما تعومش دولار تاني، كفايه قوي كده، خليه على كده. خلي اللي عاوز يجيب يحط لك الدولار، واسمح ليا ولغيري انا بستورد من بره، حط الدولار. انت خدت الدولار عندك، على ما تحوله وتعمله، اعمل الشغل اللي انت عاوزه انت كبنكير والكلام ده كله. ده الافضل، افضل مليون مره من تعويم الدولار. الناس بتجيب دولار ما تعرفش منين، بيجيبوا من تحت الارض مخبيه، انا ما اعرفش. لكن انا بقول لك خلي الراجل المستورد يوفر لنفسه الدولار في ظل ازمه متواجده، حتى تنضبط العمليه او ينضبط الوضع الاقتصادي في جمهوريه مصر العربيه. حط ضوابطك من جديد، وده بالتالي يبقى اسهل ليك، ويبقى هتعمل طفره كمان. وخلي بالك الاغراق هيعمل انضباط في السوق، مش هيبقى في شيء بقى كل واحد هيجري. هيخلي حتى اللي بيجيب الدولار ب 30 ب 35 ب 36 لما يلاقي انضباط في السوق مش هيجيبه الا بالسعر الرسمي اللي هو البنك عامله ب 30 32، ويضيف عليه 3 قروش 5 قروش 6 قروش زي ما يجيبه. يبقى هو هيظبط من لوحده، النار تاكل بعضها بعض، صح كده؟ فالنهارده هي تنضبط، ما حدش يقدر يبعد عن المنظومه، خلاص انضبطت. ما عنديش شحيه، ما حدش بيستغل الوضع، الدنيا بدات معروفه، السعر بدا كام، فالكل خلاص هينضبط. ده اللي انا بتكلم عليه. افضل مئات المرات من ان يتم تعويم جديد ويحدث مشاكل كبيره جدا في سوق مصر ويحصل عجز، وده طبعا بيخلي المواطن المصري ينفر في ظل ما عندوش يشتري. هيعمل ايه؟ هياكل تراب المواطن المصري؟ المواطن المصري غلبان، دخله متدني، عاوز يعيش زي اي واحد، عيشه كريمه. مش عايز يقول لك ان انا عاوز اقعد في مش عارف، لا، عاوز عيشه كريمه زي ما كان عايش سابقا، عاوز يعيش سابقا فقط غير، مش عايز أكتر.